لو جربتوا الكفتة دي مستحيل تعمليها بأي طريقة تانية، طرية ومشوية وريحتها تجنن من أول ما تتحط في الطاسة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. كان معايا بصلاية متقطعة متوسطة، وكمان معايا 8 كيلو من اللحمة الدوش، وحزمة صغيرة من البقدونس. هفرمهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بربع كيلو من اللحمة المفرومة. والبهارات بتاعتي كانت فلفل اسود 7 بهارات، ربع معلقة صغيرة من الكمون والملح، وكمان ربع كوباية من البرغل المغسول كويس جدا في المية السخنة لمدة 10 دقايق، وممكن لو هو خشن ننقعه 10 دقايق. بعد كده نفرمهم كويس جدا لحد لما تبقى عجينة ناعمة، وبعد كده اسيبها في التلاجة تتشمع. وبعد كده ابتدي اصبعها صوابع وفي طاسة على النار من غير نقطة زيت، تكون طاسة ما بتلزق، وابتدي اشويها بالمنظر دوت لحد ما تاخد اللون الجميل. لو عندك الطاسة تكون ألمونيا حطي فيها نقطة زيت علشان خاطر ما تلزقش معاكي، وبتطلع بالشكل والحلاوة دي بجد تحفة وريحتها تجنن. لو انتوا لسه ما صليتوش على النبي في التعليقات انزلوا صلوا على النبي، واشوفكم في تكة جديدة وتركاية جديدة مع نونا. وما تنسوش تجربوها وتقولي لي رأيكم. بصوا الحلاوة، ريحتها وطعمها تجنن. دمتم في رعاية الله.